قصيدة بعنوان طشة، مختصرها أحدهم بطلب من ابنه حب يغير جو هيك، يسوي هش ونش زي ما بقولوا، زي ما الناس بتطلع يوم إجازة يوم كذا. ودى ابنه لعند اللحام، قال له على أساس يجيب له شوية لحمة وسوي له هش ونش. بس طبعا اللحمة مش بمصاري، بده يسجلها على الدفتر، على الدين، يقيدها على الدفتر يعني، على أساس إنه فيما بعد يسدوا حقها، بس الله يفرج عليه. بتقول هو يا بروح لعند اللحام أبو كرشة، وابقى جيب من عنده 2 كيلو لحمة للطشة، ولا تنسى تجيب معاهم شوي من الفشة، وخليه يحط عليهم من الحوايج قدر رشة. خلينا نغير جو، ترى الواحد عليه من الهموم طحشة، طول نهارنا بلشانين بهذا وهذاك وابو كشة، بلشن الواحد فضى باله من قعدة هالخشة. بروح الولد وبطلب طلبه من اللحام ابو كرشة، برد عليه وبقول له عندكو هشة ونشة؟ سلم على ابوك واحكي له ظهر الجمل انكسر من قشة، ترى قيد على الدفتر بطلناها هالبلشة، مساد قيدنا واليوم قيد وغد قيد، وشو بدي بهالوكشة؟ برجع الولد لعند ابوه وبقول له بسلم عليك ابو كرشة، وبقول لك اللي ما معاه بتلزمهوش هالطشة، هيك طشات بدها ناس تجيبهم بيها من الدراهم كمشة. بتدروا والله اصابتني قشعرية وجسمي مشت فيه رعشة، يا حسرتي يا ابو العيال، تقول نزلت على راسه دبشة، يعني كان ما محوش تبرشوه بتردوه مع كحشة؟ واللحمة ومرلة سعرها غالي، ورغيف طابون والله له وحشة، وكان ما بيش زنابيط عليك براس بصل وأكله بعد فخشة، ومع بندورة يا بي محنا صحن الزلطة، عليه من النعنع اليابس رشة، وامرط بثمك من رغيف الطابون، وديك تهبش هبشة ورا هبشة، وكان بي صحن خبيزة مع ليمونة، أحسن من 100 فشة وطشة. خيرات الله كثيرة والحمد لله، بس انت لا تخلي بقلبك وخشة، والخم كاسة شاي مثل دم الغزلان، ومزمز عليها شفة ورا شفة، وبعدها طرقع مي من الصلاحية وبلبل عروقك وبلا منها الطشة. والله قالوها، والله قالوها، يا محلى لقمة الخبز وشربة المي مع حدات البال بتسوى 1,000,000 طشة وطشة. سلامتكم.